السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان والاخوات في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه واش بصح هادشي اللي كيتروج الان في فيديوهات واللي كيقول بان الجنود المغاربة كيطيحوا كالعصافير. يعني فيديوهات كتروج الان كيقول لك بان الجنود المغاربة كيموتوا في الحرب مع المرتزقة ديال البوليساريو، وما وقع في السمارة ما هو الا واحد كما كنقولوا ردود على الحدود. ردود على الحدود يعني بحال قلتي الزلزال ملي كيضرب في واحد الموقع كيضرب في البلاصه اللي ضرب فيها بالقوه ديالو، ولكن دوك النواحي ديال ديك المناطق اللي ضرب فيها حتى هي كيوصلها هاد الصدى او هاد الزلزال. وهذا ما وقع في السمارة. واش هادشي بصح؟ اخبار اللي كتروج ما يمكنش لينا اننا نتيقوها، الفيديوهات اللي كتروج ما يمكنش لينا اننا نتيقوها. اللي نتيقوه حنا كمغاربه هو ما تصدره القنوات الرسميه المغربيه. لو كانت شي حاجه بان هناك حرب فغادي نسمعوها. كاين هناك قنوات اعلام موريتاني، كاين هناك اعلام افريقي، كاين هناك اعلام مغربي، كاين هناك اعلام غربي الى غير ذلك. حتى حاجه ما سمعناها من شي قناه رسميه او شي موقع الكتروني او شيء من هذا القبيل. مجرد فيديوهات كنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الفيديوهات هذه فهي اشاعه وتبقى اشاعه. واللي كيقوم بهذا الامر وخاصه المغاربه فهو كيعرض نفسه للمتابعه القضائيه، لانه كينشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين. لذلك الإخوان والأخوات كرسالة مني هو أن هاد الفيديوهات هذه ما تبقاوش تبارطاجيوها. هذاك اللي وقع المغرب غادي في التحقيق ديالو، وإن شاء الله ملي غادي يعرف شكون السبب في هذا الأمر هذه فغادي يكون الرد ديالو في الوقت المناسب. وهذا ما قاله عمر هلال الأسد المغربي في منظمة الأمم المتحدة. بعد التحقيق ستكون الكلمة للمغرب، ومن كان السبب في هذا الأمر سيدفع الثمن.